إذا بقولكم قديش هالأكلة طيبة رح تصدقوني ولا لا؟ أكيد رح تصدقوني لأنها بدون لحمة وبدون دجاج وما بتاخد معاكم وقت بالتحضير، يا دوبك 10 دقايق من وقتك بتكون أطيب أكلة ممكن تجربوها بالبتنجان صارت جاهزة. يا جماعة خلينا نكون متفقين واكتبوا لي هذا الشي بالتعليقات إذا أنتوا بتأيدوا رأيي أو لا. أي وصفة بيدخل فيها البتنجان فهي قصة شهي، فضروري هالوصفة تجربوها وركاد هلأ بعد ما تحضروا الفيديو ومحضروا مكوناتها واعملوها لأنكم رح تنبهروا فيها وكمان تصير من أساسياتكم. فكالعادة ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى أكسب أجر أنا وإنتو. أيضا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو فضلا ليس أمرا، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون حبتين من الباذنجان حجم وسط. كل شي عملته اني خزقت الباذنجان تمام، وحبدأ اشويه على الغاز عادي جدا او اشويه بالطريقة اللي انت متعودة عليها بالفرن كيف ما